السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اللي مهتم بالجديد المفيد فعلا التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. فعلا التطبيقات في القناة عندي اقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد وهو اسمه فور سواب. التطبيق ده مساحته 21 ميجا، محمله اكتر من 1000 شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بالبدل والبيع والشراء بالنسبة لأي حاجة عندك حاسس ان هي ملهاش لازمة، حابب ان انت تبدلها بحاجة افضل، حابب ان انت تبيعها، عايز تشتري حاجة زيها جديدة. تقدر من خلال التطبيق ده ان انت بتعمل اكونت على التطبيق وتقدر تنزل عليه الحاجة اللي انت مش عايزها، سواء هتبيعها او هتبدلها. عندك بقى عربية، عندك عقار، عندك الكترونيات، عندك ازياء، عندك العاب، عندك اي حاجة حاسس ان هي ملهاش لازمة عندك. بس طبعا الحاجة دي تكون كويسة وتكون الحاجة دي شغالة، يعني ما يكونش مثلا عندك تلفزيون قديم بايظ فانت تقول انا عايز ابدله. لا يعني بيكون بتكون عايز حاجة ما عندك مثلا تلفزيون شاشة مثلا 32 بوصة عايز تبدلها مثلا بشاشة 40 بوصة، عندك شاشة 40 بوصة عايز تبدلها بشاشة 50 بوصة، عندك شاشة 50 بوصة عايز تبدلها بشاشة سمارت، عندك تكييف مثلا 2 حصان عايز تبدله بتكييف 5 حصان، عندك تلاجة 15 قدم أو 14 قدم عايز تبدلها بتلاجة 20 قدم، وهكذا حاجات زي كده. ده الغرض من التطبيق. عندك عربية موديل قديم عايز تبدلها بعربية موديل أحدث أو نوع تاني أو تبيعها خالص. كل الحاجات دي بتقدر تعملها من خلال التطبيق السهل البسيط ده. ده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق انه بيتضمن اعلانات، بيطلب منك ان انت تشاهد الاعلانات لحد الاخر علشان تقدر ان انت تكمل، يا اما تشترك وتشتري التطبيق. بس كده يعتبر افصل شرح التطبيق. بالنسبه للمميزات والعيوب، لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح التطبيق معين يا ريت تكتب في الكومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبه لو اكتشفت ميزه او عيب اكتبها في تعليقات الفيديو، فده دايما تنويه بالنوع عليه في اخر كل فيديو، علشان لو اي حد شاهد الفيديو بعد نزوله فتره طويله 10 شهور، سنه، اكتر من سنه، وحمل التطبيق واكتشف حاجه كويسه او حاجه سلبيه يكتبها. احنا دايما بنثبت التعليقات بتاعه الناس سواء التعليقات الايجابيه او السلبيه، علشان كنوع منك من مساهمة ان انت تساعد اي حد تاني يشاهد الفيديو ويحب يحمل التطبيق. علشان في بعض الناس بلاقيها بتشوف فيديو نازل بقاله فترة طويلة على القناة، سواء سنة، 10 شهور، اكتر من سنة، ويقول لي انت ليه مش في حاجات موجودة في التطبيق انت ليه مش قايلها، سواء الحاجات دي ايجابية او سلبية. ده ببساطة لان وقت شرح التطبيق كانت الحاجات دي مش موجودة، عشان التطبيق بيحصل ليه تحديثات مستمرة. ممكن يحصل له تحديثات كل يومين، كل اسبوع، كل شهر. اما لو انت شاهدت الفيديو بعد نزوله بيومين، باسبوع، بشهر، هتلاقي كل الحاجات الايجابيه والسلبيه اللي انا قايلها هي اللي موجوده في التطبيق بالظبط. اما لو انت لقيت الفيديو موجود على القناه بقاله فتره طويله وخايف ان انت تحمل التطبيق عشان الحاجات الايجابيه والسلبيه، فانت ممكن تكتب لي في تعليقات اي فيديو تقول لي اشرح لي التطبيق ده مره تاني، او تراسلني على الفيس او على ماسنجر على الاكونت اسمه مراجع برامج، وانا هشرح لك تطبيق شرح مفصل ومبسط، ازاي بتستخدم التطبيق وايه فايدته وايه عيوبه وايه مميزاته وازاي تشغله وازاي تشترك على التطبيق وازاي تلغي الاشتراك وكل حاجة عن التطبيق. وشكرا، سلام عليكم.